حبايب قلبي طلاب جريد 2، اهلا بيكم. النهارده مع بعض ان شاء الله هنكمل شابتر 2. هناخد lessons من 74 ل 75. lesson 74 و 75 بيتكلموا على النمبر باترن. قبل بس ما نبدأ شرحنا النهارده، عايز كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الاشعارات عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول. يعني ايه نمبر باترن؟ يعني مجموعة من النمبرز جنب بعض بس ليهم تتابع معين او رول معينة. طيب النمبر باترن بيكون نوعين، اول نوع اسمه increasing pattern والنوع التاني اسمه decreasing pattern. نشوف مع بعض الانكريزنج باترن عبارة عن ايه. الباترن اللي مكتوب قدامي ده 3 وبعد كده 6 وبعد كده 9 وبعد كده 12 وبعد كده 15. هنلاحظ مع بعض ان كل مرة النمبر بيزيد. كلمة بيزيد دي يا حبايبي يعني بيحصل له increase. increasing pattern يعني الباترن بتاعي بيزيد. طب بيزيد باي قد ايه؟ كل مرة بعمل adding باي 3، يعني كل مرة بيزيد باي 3، يعني الرول بتاعتي بلس 3. يبقى هو ده اهم حاجة في الباترن، اعرف اذا كان increasing ولا decreasing pattern، واعرف كمان لو هو increasing بينكريز باي كام، يعني كل مرة بعمل بلس كام، وده اسمه الرول. طيب نبدأ نشوف بقى على ال 120 تشارت هنعرف الباترن بتاعنا ازاي. ال 120 تشارت هي الرسمة او التيبل الكبير اللي قدامي ده اللي موجود فيه نمبر لحد 120. انا الباترن بتاعي بيستارت باي 3. كل مرة بقات 3، يبقى المرة اللي وراها هبقى 6 وبعد كده 9 وبعد كده 12 وبعد كده 15 18 21 24 بعد كده 27 30 33 36 and so on. يبقى الباترن بتاعي لما بيكون increased اهم حاجة اعرف الرول increased by كام. عرفت increased by 3 يبقى كل مرة بعمل بلس 3 على النمبر عشان اجيب النمبر اللي بعده. تاني نوع من الباترن اللي هو الديكريزنج باترن. كلمة decreased معناها بيقل، يبقى المرة دي المفروض ان انا هعمل subtracting يعني هعمل minus. طيب اهم حاجة اعرف انا بعمل subtracting by كام. نشوف الباترن هلاقي 60 ووراها 57، يعني كده الباترن بتاعي بيقل بيديكريز. بيديكريز باي كام؟ نقدر نعرفها ازاي؟ نعرفها من على ايدينا. هحط ال 60 in your mind، هتحط ال 60 وهتفتح ايدك وتبدأ تعمل down. before 60 59 و 56 وبعد كده 57. وصلت لل 57 اللي مكتوبة قدامي، يبقى انا عملت على ايديا decreased by كام او down by كام؟ هتلاقي by 3. يبقى الرول بتاعي هي subtracting 3 او بقول minus 3. يبقى الرول يا اما تكون بلس 3 او ماينس 3، وده بيبقى اسمه decreasing الباترن. طيب نبدأ نشوف على ال 120 chart. هلاقي نفسي start from 60. اول نمبر في الرول هو 60. هعمل down by 3، هعد 1 2 3 يبقى 57. بعد كده 1 2 3 يبقى 54. 1 2 3 يبقى 51. بعد كده 1 2 3 48 and so on لحد ما اوصل لحد النمبر اللي هو عايزني اوصل له. لو هو حاطط لي نقط مثلا كده مرة واحدة يبقى عايز نمبر واحد، حاطط لي نقط ووراها نقط يبقى عايز 2 نمبر and so on. هنبدأ نشوف مع بعض دلوقتي الاكسرسايز. اول اكزامبل هو مديهولي حللهولي. هو عايز يكتب هنا الرول كل مرة بعمل بلس 2، يعني بدأت ب 52 بلس 2 او ممكن اسكيب كاونت باي 2. يبقى انا بعمل بلس 2 او بسكيب كاونت باي 2، يعني بعد باي 2. 52 وراها 53 يبقى 54. بعد كده 55 بعمل له سكيب يبقى 56. 57 بعديها اسكيب 57 ويبقى 58. 60 62.
يبقى اهم حاجة اكتب له الرول، وفي الاخر اكمل له النمبرز اللي ناقصة في الباترن. طيب هنا في نمبر A او letter A كاتب لي رول قدامي 10 11 12 13. واضح جدا ان الرول بتاعي بيحصل له increase، يعني بيزيد بمقدار قد ايه؟ بمقدار 1. يبقى الرول بتاعتي بلس 1 وهنا بلس 1 وهنا بلس 1. الرول ما بتتغيرش. وصلت لل 13، 13 بلس 1 يبقى 14، وبعد كده 14 بلس 1 يبقى 15. طيب لتر بي 30، بعد كده 33، يبقى الرول بيحصل له انكريز، الباترن بيحصل له انكريز، يبقى الرول بتاعتي بلس. طب بلس كام يا مستر؟ هبدأ على ايديا احط ال 30 in my mind وابدأ اعد after 30 31 32 33. هلاقي صوابعي عليها 3 finger، يبقى انا بعمل الرول بتاعتي بلس 3. وصلت 33 بلس 3 يبقى 36، بلس 3 يبقى 39، بلس 3 افتر 39 40 41 42، يبقى هكتب هنا 42 بلس 3 يبقى 45. في لتر سي هنبص هنلاقي الرول بيحصل له انكريز. طب عايز اعرف انكريز باي كام؟ عايز اعرف الرول بلس كام. 12 in your mind وهتفتح ايدك كده، وافتر 12 13 14 15 16 17. هنلاقي على ايديا الفايف فينجر استخدمتهم يبقى بلس 5. 17 وصلت ل 17 اعمل بلس 5 يبقى 22، بلس 5 يبقى 27، بلس 5 افتر 27 28 29 30 31 32، يبقى هكتب هنا 32 بلس 5 هوصل هنا ل 37. لتر دي انا وصلت عند ال 63 والرول بتاعي بيزيد، بيحصل له انكريز، يبقى الباترن بتاعي هو اللي بيحصل له انكريز، يبقى الرول بتاعتي بلس. طب بلس كام يا مستر؟ من 63 لحد 65 انا عملت بلس باي 2، يبقى كل مرة الرول مش هيتغير، كل مرة بلس 2. طيب اخر نمبر هو كاتبهولي 69. افتر 69 70 71، يبقى هكتب هنا 71. افتر 71 72 73، يبقى هكتب هنا 73. في نمبر 2 هنا الباترن بيحصل له ديكريز او ديكريزنج باترن. ده معناه ايه؟ معناه ان الرول بتاعتي هتبقى بالماينس، كل مرة المطلوب اعرف ماينس كام. اول اكزامبل هو حللهولي، هنخش على طول على لتر A. هنا بدأ ب 46 وبعد كده 43. طيب هنحط ال 46 in our mind ونبدأ نكاونت داون لحد ما اوصل لل 43. طيب before 46 45 44 43، انا وصلت لل 43 لقيت نفسي استخدمت 3 فينجر، يبقى انا عملت ماينس 3، يبقى الرول بتاعتي مش هتتغير، هكتبها كلها كده زي ما هي ماينس 3. اخر نمبر هو مدهوني 37، 37 ماينس 3 هبدأ اكاونت داون 36 35 34، يبقى هكتب هنا 34 وبعد كده اكاونت داون تاني هلاقي نفسي وصلت لحد 31. في لتر بي الستارت ب 55، انا بادئ ب 55 ووصلت ل 54، يبقى انا عملت كاونت داون باي 1، يبقى الرول بتاعتي ماينس 1، يبقى الرول مش هتتغير، هكتبها في كل الباترن ماينس 1. طيب اخر نمبر عندي هو 52، 52 ماينس 1 يعني هداون باي 1، يفضل هنا اكتب 51 وهنا 50. لتر سي ستارت الباترن باي 78 وبعد كده النمبر اللي وراه على طول 73. طب انا هعمل كاونت داون من 78 لحد 73. before 78 75 76 75 74 73، لقيت نفسي استخدمت 5 فينجر، يبقى انا عملت ماينس 5، يبقى الرول بتاعتي بماينس 5. طيب وصلت لحد 63 عايز اعمل ماينس 5، يعني هكاونت داون باي 5.
before 63 62 61 60 59 58. يبقى هكتب هنا 58 وبعدين ارجع تاني account down by 5 before 58 57 56 55 54 53. يبقى هكتب هنا 53. لتر دي الستارت بتاع الباترن كان 48. طب 48 النمبر اللي وراه على طول 44. يبقى انا هكاونت داون من 48 لحد 44. على ايديا هحط ال 48 in my mind وابدا اكاونت داون 47 46 45 44. هلاقي نفسي استخدمت 4 فينجر، يبقى الماينس 4. يبقى الرول بتاعي ماينس 4 بالشكل ده. طيب ابدا اشوف اخر نمبر وصلت له اللي هو 36. هكاونت داون باي 4 يبقى 35 34 33 32. وصلت لحد ال 32. هكاونت داون باي 4 كمان يبقى 31 30 29 28. يبقى اخر حاجه في الباترن هكتبها هي 28. لتر اي عندي 75. ده الستارت بتاع الباترن. وصل لحد 65. واضح جدا ان انا هنا عملت داون باي 1 في التم بليس. باي 1 في التم بليس يعني ب 10. يبقى ماينس 10. لما يكون الباترن بيقل في التم بليس باي 1 معنى كده ان الباترن بتاعي بيحصل له ديكريز باي 10. يبقى ماينس 10. او احط ال 75 in my mind وابدا اكاونت على ايديا كاونت داون لحد ما اوصل لل 65. هلاقي نفسي استخدمت ايديا الاثنين، يعني استخدمت 10 فينجر يبقى ماينس 10. يبقى الرول بتاعتي ماينس 10 ماينس 10 ماينس 10 ماينس 10. طب 45 وراه هيبقى 35 وراه هيبقى 25. لاحظوا كده هتلاقيني كل مرة بخلي التم بليس اقل باي 1. في نمبر 3 بيقول لي find the rule واكستند ذا باترن. يعني شوف الرول بتاعتي هي كام وكمل الباترن. طب انا عندي 41 بقت 43. الرول ده بيحصل له انكريز، يعني الرول بتاعتي بلس. بلس كام؟ من 41 ل 43. يبقى انا عملت كاونت فورورد او كاونت اب باي 2 يبقى بلس 2. طب وصلت لحد 45. بعد ال 45 هعمل بلس 2 يبقى 47. بلس 2 يبقى 49. طيب في لتر دي هلاقي الباترن بيحصل له ديكريز. الباترن بيزيد 55 بقت 57 بقت 59. كل مرة بيحصل له ديكريز باي 2 برضو. يعني هنا بعمل الرول بتاعتي هي بلس 2. طب 59 بلس 2 equals 61. 61 بلس 2 equals 63. في لتر E start by 59 وبعد كده 56 وبعد كده 53. هنا بيحصل ديكريز، الباترن بيقل. طب بيقل يا حبايبي باي كام؟ هحط ال 59 in my mind وهبدأ اكاونت داون على ايديا. طيب 59 قبلها او before 59 هي 58 57 56. انا كده بعمل داون باي 3. يبقى الرول بتاعتي ماينس 3. طيب وصلت اخر حاجة عندي هي 53. هكاونت داون باي 3 هلاقي نفسي وصلت ل 50. هكاونت داون باي 3 تاني هلاقي نفسي وصلت ل 47. يبقى انا كده عملت اكستند للباترن او كملت الباترن. في لتر اي هلاقي نفسي ببص على الباترن بيحصل له انكريز. ال 11 بقت 22 وال 22 بقت 33. نلاحظ بقى بعينينا حاجة مهمة. هبص على الوانس بليس لوحدها هلاقي الوانس بليس بتزيد باي 1. طب والتم بليس هلاقي التم بليس بتزيد باي 1. يبقى هحط 1 في التم بليس وهحط 1 في الوانس بليس واحط قدامهم علامة بلس لان ده بيزيد بينكريز يبقى علامة البلس. يبقى انا كل مرة بعمل بلس 11. طب 33 بلس 11 يعني 44 بلس 11 يعني 55. طب لتر اتش 35
سوري 39 بقت 34، وبعد كده بقت 29. طب هنلاحظ ان انا بيحصل decrease للباترن، الباترن بيقل، يعني الرول بتاعتي ماينس. طب بيديكريز باي كام؟ هنكاونت داون من 39 لحد 34. 39 before 39 38 37 36 35 34، يبقى بعمل داون باي 5، يبقى ماينس 5 دي الرول. وصلت ل 29 هعمل ماينس 5 يديني 24. هعمل كاونت داون باي 5 لحد ال 19. طب لتر ال نبص 84 وبعد كده 73. طيب احنا حبايبي ممكن نحسبها عن طريق الوانس والتنس بليس. طب هنا في التن بليس بيقل الباترن ولا بيزيد؟ بيقل، يبقى ماينس. في التن بليس بيقل باي 1. طب في الوانس بليس برضو هلاقيه بيقل باي 1، يبقى انا كل مرة بعمل ماينس 11. طب 62 لما اعمل للوانس بليس 1 ماينس، يبقى 1 هو اللي هيفضل. وفي التن بليس لما ال 6 اعمل لها داون باي 1 هتبقى 5، يبقى 51. برضو هرجع تاني اعمل ماينس 11، يعني هرجع اعمل داون للتن بليس باي 1 وللوانس بليس باي 1. للتن بليس هتبقى 4 والوانس بليس هتبقى 0، يبقى 40. وانا كده عملت اكستند للباترن. هنا في نمبر 4 هو مديني الستارتنج بتاع الباترن بتاعي، الستارتنج نمبر، ومديني الرول مكتوبه قدامي اهو. هنا الرول بتاعتي بلس 2 والستارتنج للباترن من 14، يبقى انا كل مره هعمل بلس 2. 14 بلس 2 ايكوال 16، بلس 2 ايكوال 18، بلس 2 ايكوال 20، بلس 2 ايكوال 22، بلس 2 ايكوال 24. طب هنا مديني الرول بلس 3 وستارت النمبر الستارتنج بتاع الباترن هو 7، يبقى 7 بلس 3 ايكوال 10، بلس 3 ايكوال 13، بلس 3 ايكوال 16، بلس 3 ايكوال 19، بلس 3 ايكوال 22. هنا الستارت نمبر هو 50 والرول بتاعتي ماينس 2، يبقى كل مرة هعمل ماينس 2. 50 ماينس 2 ايكوال 48، minus 2 equal 46، minus 2 equal 44، minus 2 equal 42، minus 2 equal 40. 79 الباترن بتاعي بيستارت باي 79 والرول بتاعتي minus 4، يبقى كل مرة هعمل minus 4. 79 minus 4 equal 75، minus 4 equal 71. 71 minus 4 equal 67. minus 4 equal 63. minus 4 equal 59. letter E الستارت نمبر هو 30 والرول بتاعتي بلس 5، يبقى 30 بلس 5 يعني 35. بعد كده بلس 5 يبقى 40، 45 50 55. letter F starting number هو 54 والرول بتاعتي minus 3، يبقى كل مرة هعمل minus 3. 54 minus 3 يعني 51، minus 3 يعني 48، minus 3 يعني 45، minus 3 42، minus 3 يعني 39. طيب في letter G الرول بتاعتي بلس 10 وهستارت من ال 13، يعني كل مرة هزود 1 على ال 10 بليس. طب 13 بلس 10 يعني 23، بلس 10 يعني 33، بلس 10 يعني 43، 53 63. في لتر H الرول بتاعتي minus 7 والستارتنج نمبر هو 42. طب 42 minus 7 يعني هكاونت داون باي 7 هلاقي نفسي وصلت لحد ال 35. 35 minus 7 هلاقي نفسي وصلت لحد 28. minus 7 يعني 21، minus 7 يعني 14، 14 minus 7 يعني 7. في lessons 76 و 77 احنا هنكمل الباترن رول، يعني مش هناخد حاجة جديدة، احنا هنكمل exercises على الباترن رول وعلى الباترن. عايزين نأكد تاني على معلومة increasing or decreasing الباترن. يعني ايه؟ يعني الباترن اقدر احدد ازاي اللي هو بيحصل له increase واقدر ازاي احدد ان هو بيحصل له decrease. لو لقيت النمبرز
بتصغر يعني بيحصل لها decrease، يبقى ساعتها ده decreasing pattern. ولو لقيت النمبرز بتكبر بتبقى larger، يبقى ساعتها بيحصل increase، يبقى ده increasing pattern. يبقى smaller numbers بيبقى decreasing للباترن، و larger number بيبقى increasing للباترن. طيب نبدأ نشوف الاكسرسايزز هتيجي معايا ازاي. هو بيديني الباترن وبيقول لي تشوز الرول بلس ولا ماينس. طب 30 و 32 34 النمبر بتكبر، يبقى الرول بتاعتي بلس على طول، يبقى هختار بلس 2. هنا 99 97 95 النمبرز getting smaller يعني النمبرز بتصغر، يبقى الرول بتاعتي minus 2. طيب هنا 5 10 15 النمبر getting larger بتكبر، النمبرز بتكبر، يبقى بلس على طول، الرول بتاعتي تبقى بلس. طيب هنا هلاقي 84 77 70 النمبر بيحصل لها decreasing اهو قدامي getting smaller، النمبر بتصغر، يبقى هختار الرول بتاعتي minus 7. في بعض الحالات يا حبايبي من الباترنز بنلاقي الرول بتاعتي بتبقى مرة بلس ومرة ماينس، زي الرول اللي قدامي ده. الرول بتاعي هنا او الباترن ده مرة بيحصل له بلس يعني مرة بينكريز، والمرة اللي وراها على طول ديكريز، والمرة اللي بعدها انكريز، والمرة اللي بعدها ديكريز. يعني الرول بيبقى مش حاجة واحدة، بيبقى الرول عبارة عن مرة بلس 5 ومرة ماينس 2. الزيرو بقت 5 يبقى حصل انكريز باي 5 يبقى بلس 5، وبعد كده من ال 5 بقت 3 يبقى حصل ديكريز باي 2، يبقى والمرة اللي وراها على طول هيحصل تاني انكريز يبقى بلس 5 وبعد كده ماينس 2. طب نشوف اكزامبل كده على الباترن اللي بالشكل ده. هنا بيقول لي match each pattern to its rule، يعني انا المفروض هبص على كل باترن واشوف الرول بتاعته هي ايه بالظبط. طيب نشوف هنا هلاقي 7 بقت 9، يبقى اول مرة بعمل بلس 2. بعد كده ال 9 صغرت بقت 8، يبقى بيحصل ديكريز يعني ماينس 1، يبقى بلس 2 ووراها ماينس 1. فين الرول اللي فيه بلس 2 وماينس 1؟ اهو هو ده الرول البلس 2 وماينس 1. هعمل ماتش كده في الباترن اللي وراه. الفور كبرت بقت 8 يعني حصل انكريز يعني بلس 4. المرة اللي وراها على طول حصل من ال 8 لل 6 حصل ديكريز يعني ماينس 2. الرول ده معناه بلس 4 وماينس 2. فين الرول اللي فيه بلس 4 وماينس 2؟ اهو هعمل ماتش كده. هنا ال 5 بقت 3 يعني صغرت، يبقى ده ماينس 2. الخطوة اللي وراها على طول ال 3 كبرت بقت 6 يعني بلس 3، يبقى الرول بتاعتي ماينس 2 بلس 3 اهي. اخر باترن كان اول نمبر 13 بعد كده بقى 10 يعني صغر يعني ماينس 3، من ال 10 بقى 11 يعني كبر بقى بلس 1، يبقى الرول بتاعي ماينس 3 وبلس 1. هو ده الرول، هعمل له ماتش. هنبدأ دلوقتي يا حبايبي نحل مع بعض exercise 11. هنا في question number 1 بيقول لي choose the correct number to complete the pattern. عايز اكمل الباترن بتاعي بالنمبر الصح. طب هنا اول باترن 2 و4 و6 و8، هنا هلاقي الرول بتاعتي بلس 2 يعني كل مرة بزود 2 يبقى الدور على ايه؟ ال 10. هنا الرول بتاعي 99 95 يعني ماينس 4، الرول بتاعي بيقل، الباترن بتاعي بيقل يبقى ماينس 4. طيب اخر نمبر قدامي هو 87 87 ماينس 4 equal 83، يبقى هختار ال 83. في لتر سي كل مرة الرول بيقل باي 1 في التن بليس يعني باي 10. طب انا وصلت لحد ال 40 40 ماينس 10 equal 30، يبقى هختار ال 30. الرول بتاعي هنا ماينس 10. طب في اللتر دي الرول بتاعي ايه يا حبايبي؟
بلس 2 واضح جدا ان كل مرة بعمل بلس 2. وصلت لل 17، 17 بلس 2 ايكوال 19، يبقى هختار 19. في لتر اي الرول بتاعي كل مرة بيحصل له انكريز او الباترن بيحصل له انكريز يبقى بلس. بلس كام؟ من 12 لحد 18 عملت بلس 6. طب اخر نمبر عندي هو 30، 30 بلس 6 ايكوال 36، يبقى هختار 36. في لتر اف الباترن انكريز ولا ديكريز؟ هتلاقي الباترن ديكريز بيقل، يبقى الرول بتاعتي ماينس 5. من ال 50 لحد ال 45 ماينس 5. وصلت لحد ال 35 يبقى اللي عليه الدور هو ال 30. هنا عايزني اعمل ماتش للباترن رول. كل مرة اشوف الباترن بتاعي الرول بتاعه ايه واعمل له ماتش. هنا 55 وبعد كده 54 53. طبعا الباترن هنا بيحصل له ديكريز باي 1، يعني الرول بتاعتي ماينس 1، يبقى هختار ماينس 1. نشوف لتر بي، هلاقي 10 12 14. كل مرة الرول بيزيد بيحصل له انكريز يبقى بلس 2. الرول بتاعتي دي فين؟ بلس 2 اهي. هنا 3 6 9 12 انكريز يبقى بلس. انكريز باي كام؟ هلاقي من ال 3 لل 6 انكريز باي 3. فين الرول اللي هي فيها بلس 3؟ اهي، هعمل ماتش. في لتر دي 55 بقى 54. هنا بيحصل انكريز ولا ديكريز؟ ديكريز، يبقى هعمل الرول بتاعتي ماينس. ماينس كام؟ من 57 لحد 54 ماينس 3، يبقى هختار الرول بتاعتي ماينس 3. لتر اي 81 82 83 84. كل مرة الرول بتاعي بيحصل له انكريز يبقى باي 1، يبقى بلس 1 الرول، يبقى هختار بلس 1. هعمل ماتش. اخر باترن معانا هو 39 37. ده الباترن بيحصل له ديكريز يبقى ماينس. ماينس باي كام؟ ماينس 2. فين الرول اللي هو ماينس 2؟ هختار كده واعمل ماتش. في question number 3 بيقول لي write the rule for each pattern. الباترن بتاعي 1 3 5 7 9. هنا الرول بتاعي او الباترن بتاعي بيحصل له انكريز يبقى بلس. بلس كام؟ هلاقي نفسي من ال 1 لل 3 يعني بعمل بلس 2، يبقى هكتب هنا الرول بتاعي بلس 2. في لتر دي هلاقي 41 42 43. كل مرة الرول بيحصل له انكريز برضو. انكريز باي كام؟ باي 1، يبقى الرول بتاعي بلس 1، يبقى هكتب هنا بلس 1. في لتر سي هلاقي الرول الباترن بيحصل له ديكريز. ديكريز يعني بيقل. طب يبقى الرول بتاعي بالماينس. ماينس كام يا حبايبي؟ هنحسب من 69 هعمل داون لحد 65 هلاقي نفسي ماينس 4، يبقى الرول بتاعي ماينس 4. لتر اف هلاقي برضو الرول بيحصل له ديكريز او الباترن بيحصل له ديكريز. ديكريز باي كام؟ يبقى بالماينس. ديكريز باي 3، يبقى الرول بتاعي ماينس 3. في نمبر 4 مديني باترن، عايزني اكمل الباترن واكتب الرول. طب 10 13 16 الرول بيحصل له ديكريز. ديكريز باي 3 يبقى بلس 3، يبقى بعد ال 16 هكتب 19. بعد كده 22 25 28 31. لتر بي 50 85 80 75 الرول بيحصل له ديكريز. ديكريز باي كام؟ باي 5، يبقى الرول بتاعتي ديكريز يبقى ماينس. ماينس باي 5 يعني ماينس 5. كل مرة هعمل ماينس 5 يبقى 70 65 60 55 50. لتر سي 90 80 70. كل مرة بيقل. هنلاحظ ان هو بيقل 1 في ال 10 بليس، يبقى 10 يبقى ماينس 10. طيب يبقى 60 50 40 30 20. لتر دي 65 بقت 61 57. كل مرة الرول بتاعي او الباترن بيحصل له ديكريز يبقى الرول بتاعتي بالماينس. الديكريز ده باي كام؟ هنحسبها هنلاقي نفسي كل مرة بعمل ماينس 4، يبقى الرول بتاعتي ماينس 4. 57 قبلها تبقى 53. بعد كده 49. بعد كده 46 42 سوري 49 يبقى 45. انا بعمل ماينس 4. 45 ماينس 4 يعني 41.
41 minus 4 يعني 37. letter E الرول بتاعي بيحصل له decrease او الباترن بتاعي بيحصل له decrease by 1 70 بقت 69 وبعد كده 68 يبقى minus 1 ده الرول وبعد كده 67 66 65 64 63. هنا هنشوف مع بعض لما يكون عندي 2 رولز لباترن واحد هنحل مع بعض ازاي. خلي بالنا الاول ده هو اللي همشي عليه في الاول، يبقى في اول مره هعمل ماينس 2 وبعد كده هعمل بلس 4. طب 24 ماينس 2 ايكوال 22 22 بلس 4 يعني 26 وبعد كده ارجع اعمل ماينس 2 تاني يبقى 24 وبعد كده ارجع اعمل بلس 4 تاني يبقى 28. في لتر بي هعمل بلس 5 وبعد كده ماينس 2 يبقى 31 بلس 5 يبقى 36 وبعد كده ماينس 2 يبقى 34 ارجع اعمل بلس 5 يبقى 39 بعد كده ارجع اعمل ماينس 2 يبقى 37. لتر سي هعمل ماينس وماينس الرول بتاعي الاتنين ماينس يبقى 67 ماينس 6 يبقى 61 وبعد كده 61 ماينس 3 يبقى 58 وارجع اعمل ماينس 6 كمان يبقى 52 وبعد كده ارجع اعمل ماينس 3 كمان يبقى 49. لتر اف الرول بتاعتي الاتنين بلس يبقى مرة هعمل بلس 2 ومرة هعمل بلس 5 وبعد كده بلس 2. 30 بلس 5 يبقى 35 بلس 2 يبقى 37 بلس 5 يبقى 42 بلس 2 يبقى 44. لتر جي هعمل ماينس 2 وبعد كده بلس 10. 12 ماينس 2 يعني 10 بلس 10 يعني 20 ماينس 2 يبقى 18 بلس 10 يعني 28. لتر اتش الرول بتاعي ماينس 11 وبعد كده بلس 3 يبقى كل مرة هعمل ماينس 11 وبعديها اعمل بلس 3. طب ماينس 11 دي معناها ان انا هقلل 1 في التن بليس وهقلل 1 في الوانس بليس. طب 99 اما اعمل لها ماينس 11 يعني هشيل 1 من التن بليس وهشيل 1 من الوانس بليس تبقى 88. بعد كده ارجع اعمل بلس 3 يبقى 91 اعمل تاني ماينس 11 هشيل 1 من الوانس بليس تبقى 0 واشيل 1 من التن بليس تبقى 8 وبعد كده ارجع اعمل بلس 3 تبقى 83. Number 6 choose the correct answer. الرول pattern of the pattern 51 53 57. الرول ده حبايبي بيحصل increase يبقى بلس كام؟ هلاقي هنا بلس 3 كل مرة بزود 3 يبقى هختار الرول بتاعتي بلس 3. الرول بتاع الباترن 70 وبعد كده 68 وبعد كده 66. هلاقي نفسي الرول بتاعي بيقل باي كام؟ يبقى ماينس 2 يبقى هختار الباترن بتاعي الرول بتاع الباترن ماينس 2. The next number in the pattern هنا بيسأل عن النمبر اللي جاي الدور عليه كام. هلاقي الرول بتاعي بلس 5 كل مرة بزود 5 يبقى افتر 15 هلاقي نفسي اختار 20. النكست نمبر in the pattern هبص للباترن هلاقي الباترن بيحصل له decrease by 4 يعني الرول بتاعتي minus 4 يبقى 8 minus 4 equal 4. في لتر اي بيقول لي النكست نمبر في الباترن اللي قدامي ده الباترن ده مرة هنا بيحصل بلس 2 ال 15 كبرت بقت 17 والمرة اللي وراها بيحصل ماينس 3 يعني الرول بيقل مرة بيزيد ومرة بيقل. طب 14 بلس 2 equal 16 يبقى الدور على الماينس 3 16 ماينس 3 equal 13. دلوقتي يا حبايبي هناخد اخر 2 ليسون مع بعض في شابتر 2. هناخد ليسونز 78 to 80. الليسونز دي بتتكلم عن حاجة اسمها array. الاري دي يا حبايبي حاجة زي الباترن كده عبارة عن مجموعة من الاوبجكت او مجموعة من العناصر مرصوصة بشكل معين بنمط معين بتترص على شكل صفوف وأعمدة. الصفوف دي اسمها روز والأعمدة اسمها كولوم.
يبقى اهم حاجة في الاري ان تكون الاري مرصوصة على شكل صفوف واعمدة، كولومز وروز. خلاص اتفقنا. اول حاجة هنبدأ نبص عليها في الشكلين اللي قدامي دول، عايز يعرف دي اري ولا نون اري. طب الشكل اللي على شمالي ده، هنبص كده هنلاقي الاوبجكت كلها او العناصر كلها مرصوصة على شكل روز اهو بالشكل ده، ده رو وده رو وده رو، وكمان كولوم ادي 1 2 3. الرو هي اللي بتبقى بالعرض والكولوم هي اللي بتبقى بالطول، يبقى دي اسمها array. طب نبص على الشكل اللي على اليمين، هلاقي الاوبجكت هنا مرصوصة بطريقة عشوائية. يعني ايه؟ يعني مش على شكل روز وكولوم، في هنا مكان فاضي وفي هنا مكان فاضي، يبقى دي اسمها non array. يبقى الاري تكون مرسومة على شكل روز وكولوم، الروز اللي هو بالعرض يعني horizontally، والكولومز اللي هي بالطول يعني vertically. طب ازاي يا حبايبي هنسمي الاري بتاعتنا؟ الاري بتاعتنا بنسميها بالنمبر اوف رو والنمبر اوف كولوم. يعني ايه؟ يعني لازم اعرف في الاري فيها كام كولوم وفيها كام رو. طب نشوف الاري اللي مرسومه قدامي دي. هعد الرو اللي هي زي ما اتفقنا بالعرض، الهوريزونتالي هي الروز، ادي 1 2 3. يبقى الاري دي فيها 3 رو وكام كولوم؟ 1 2 3 4 كولوم. يبقى الكولومز اللي بالطول اللي هي vertically اسمها 4 كولوم. يبقى انا اقدر اسمي الاري دي 3 باي 4، يبقى الاري دي اسمها 3 باي 4. هو دلوقتي راسم لي arrays وعايزني اعرف النمبر اوف رو والنمبر اوف كولوم واكتب الاري اسمها ازاي. طب اول حاجه هعملها هعد النمبر اوف رو اللي هو بالعرض، كده هلاقي 1 2 يبقى هكتب هنا 2. النمبر اوف كولوم اعد 1 2 3 4 5، يبقى عندي 5 كولوم. يبقى الاري دي اسمها ايه؟ 2 باي 5. طب هنا الاري دي 1 2 3، يبقى عندي 3 رو. وكام كولوم؟ 1 2، يبقى 2 كولوم، يبقى اسمها 3 باي 2. طب الاري اللي قدامي دي نمبر اوف رو 1 2 3 4، وناخد بالنا نعد زي ما انا بعد كده يا حبايبي بشرطه صغيره، والنمبر اوف كولوم 1 2 3. يبقى دي array عبارة عن 4 رو و 3 كولوم واسميها 4 باي 3. طب ازاي يا حبايبي بقى هنجيب التوتال نمبر اوف اوبجكت بتاعة الاري؟ ازاي اعرف الاوبجكت اللي جوه الاري؟ ازاي هنعد الاوبجكت دي؟ عن طريق حاجة اسمها repeated addition. طيب حبايبي اعدها عن طريق الروز ولا عن طريق الكولوم؟ هعدها عن طريق الروز او عن طريق الكولوم، والاتنين هيدوني نفس الاجابة. طيب انا الرو عندي كام رو؟ 1 2 3. كل رو فيه قد ايه؟ كل رو فيه 4 اوبجكت. طيب يبقى 4 بلس 4 بلس 4 ايكوال 12، يبقى كل الاوبجكت اللي عندي هم 12 اوبجكت. طب لو عديت الكولوم بتاعتي عن طريق لو عديت الاري بتاعتي عن طريق الكولوم، انا عندي كام كولوم؟ 1 2 3 4. كل كولوم فيه 3، يبقى الاري كلها 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. الكولومز عبارة عن 4، يعني 3 هتتكرر 4 تايمز، ولو عملت البلس ده هيطلع برضه 12. يبقى انا بعد الاوبجكت اللي في الاري عن طريق الريبيتد اديشن. هعمل الريبيتد اديشن بالرو او بالكولوم، الاتنين هيوصلوني لنفس الاجابه. هنا عايزني اعمل كومبليت، وهو راسم لي اري وراسم لي اوبجكت كتير جوه الاري. طب الاري اللي قدامي دي فيها كام رو؟ 1 2 3 رو، يبقى هاجي في الرو هكتب 3. طب الكولوم هعد 1 2 3 4 5 6 7 كولوم. طيب يبقى الروز باي ريبيتد اديشن
الرو الواحد فيه كام كولوم، فيه كام اوبجكت؟ هعد 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هنا 7 وهنا 7 وهنا 7. يبقى الاديشن ايكويشن او الريبيتد اديشن ايكويشن هي بالنسبه للرو 7 بلس 7 بلس 7. عملت الاديشن ده هيطلع 21. طب بالنسبه للكولوم انا عندي 7 كولوم، كل كولوم فيه 3 و3 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 و3، يعني ال 3 هتتكرر كم مره؟ 7 تايم، يعني 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. برضو لو عملت البلس ده كله هيطلع 21. الاري دي بقى اسمها ايه؟ انا ببدأ بالرو، يعني 3 باي 7، 3 باي 7. طيب الاكزامبل اللي جنبي ده اللي قدامه ده، هنا عندي 2 روز وكام كولوم؟ 1 2 3 4. طب الرو كل رو فيه 4، هنا 4 وهنا 4، وكل كولوم فيه 2 بالشكل ده. طيب يبقى النمبر اوف رو عبارة عن 1 2، يبقى 2 رو. كام كولوم؟ 1 2 3 4، 4 كولوم. طب الريبيتد اديشن عن طريق الروز، الفور اتكررت مرتين، يبقى 4 بلس 4 ايكوال 8. طب عن طريق الكولوم ال2 اتكرر كام مرة؟ 4 تايمز، يبقى 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 برضه هيطلع 8. الاري دي اسمها 2 باي 4. اول سؤال معايا في exercise 12 بيقول لي choose array or non-array. طبعا احنا عارفين الاري هي الاوبجكت فيها هيكون مرصوص على هيئة صفوف واعمدة. النون اري الاوبجكت هتكون مرصوصة جواها بطريقة عشوائية. طب هنا الاوبجكت كلها مرصوصة بطريقة صفوف واعمدة او روز وكولوم. عندي 2 روز و4 كولوم بالشكل ده، يبقى دي اسمها array. طيب اللي جنبها دي non array. letter C هي array. طيب letter D array برضو، لان هي 2 row و 2 column. طيب letter E برضو array، 3 rows و 5 column. طب letter F طبعا هنا مكان فاضي وهنا مكان فاضي، يبقى دي non array. في نمبر 2 هنا عايز يعرف النمبر اوف رو والنمبر اوف كولوم. طبعا النمبر اوف رو اللي احنا متفقين ان هو بالعرض، يبقى النمبر اوف رو 1 2، والنمبر اوف كولومز هي اللي بالطول vertically و horizontally. النمبر اوف كولوم هي الفيرتيكالي 1 2 3. في لتر بي النمبر اوف رو الهوريزونتالي 1 2 3، والنمبر اوف كولوم 1 2 3. في لتر سي النمبر اوف رو هعد 1 2 3 4 5، يبقى هكتب هنا 5. والنمبر اوف كولوم 1 2 3، يبقى هكتب هنا 3. في لتر دي برضو عايزني اعرف النمبر اوف رو 1 2 3، هكتب هنا 3. والكولوم 1 2 3 4 5 6، هكتب 6. هنا في نمبر 3 المطلوب مني اعد النمبر اوف رو والنمبر اوف كولوم واكتب الاري النيم بتاعها ايه. طب هنا النمبر اوف رو 1 2، النمبر اوف كولوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني الرو 2 والكولوم 10، يبقى الري دي اسمها 2 باي 10. هنا النمبر اوف رو هو 2 والنمبر اوف كولوم هو برضو 2، يعني هنا 2 و2 يبقى الاري اسمها 2 باي 2. هنا النمبر اوف رو 1 2 3، يبقى هكتب هنا 3. النمبر اوف كولوم 1 2 3 4 5، يبقى الكولوم 5، الاري اسمها 3 باي 5. لتر دي النمبر اوف رو هعد 1 2 3 4 5، يبقى هكتب 5. النمبر اوف كولوم 1 2 3، يبقى هكتب 3. الاري اسمها 5 باي 3. لتر اف الروز 1 2 3 والكولوم 1 2.
يبقى الاري اسمها 3 باي 2. في لتر اتش هعد الرو 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 روز. كام كولوم؟ 1 2 3 يبقى 3 كولوم، والاري اسمها 6 باي 3. هنا النمبر اوف رو 1 2 3 والكولوم 1 2 3 4 5 6 7. الرو 3 والكولوم 7 يبقى الاري اسمها 3 باي 7. اوعى حد بقى بيتلخبط في لتر كي. عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5، يعني هكتب هنا 5. طب 1 كام كولوم؟ هما مفيش غير 1 كولوم، يبقى هكتب هنا 1. يبقى الاري بتاعتي 5 باي 1. طيب الروز هنا في لتر ال هو 1، مفيش غير رو واحد، يبقى هكتب 1. وكام كولوم؟ 1 2 3 4، يبقى الاري اسمها 1 باي 4. في نمبر 4 عايز يعمل ماتش الاري باي النيم بتاع الاري. طب الاري دي عبارة عن كام رو؟ 1 2، يبقى ده 2 باي كام؟ هعد الكولوم 1 2 3 4 5، يبقى دي 2 باي 5. فين ال 2 باي 5؟ هلاقي دي هي اللي في النص، هعمل ماتش. طب هنا النمبر اوف رو 1 2 3 والنمبر اوف كولوم 1 2 3 4 5، يبقى دي array عبارة عن 3 باي 5. هنا النمبر اوف رو 1 2 3 والنمبر اوف كولوم هم 2، يبقى دي array عبارة عن 3 باي 2، يبقى هختار اماتش مع ال 3 باي 2. في نمبر 5 عايزني انا ابلد الاري، يعني انا ارسم الاري. طبعا احنا هنرسم اي اوبجكت انا اختاره، سيركل سكوير هارت اي حاجة انا عايزها. هنا عايزني اعمل array 2 باي 4، يعني هرسم 2 رو. طيب بصوا بقى حبايبي، عشان نرسم الاري دي صح، النمبر اوف رو هعمل 2 لاين بالعرض كده. احنا عارفين ان الرو هو بالعرض، يبقى هرسم 2 لاين بالعرض. والكولوم عبارة عن 4، يبقى هرسم 4 لاين بالطول، 1 2 3 4. طيب يا حبايبي التو لاين اللي بالعرض والفور لاين اللي بالطول حصل لهم انترسكت فين؟ النقط اللي خبطوا بعض فيها انا هحط فيها الاوبجكت 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده رسمت الاري. طب 5 باي 3 يعني هرسم 5 لاين كده، ارسمهم بخط رفيع خالص بالقلم الرصاص اهو 4 5. وكام واحد بالطول؟ عبارة عن 2، لأن في عندي 2 كولوم. طيب النقط اللي بيقطعوا بعض فيها خبطوا بعض، هنا هحط اوبجكت وهنا هحط اوبجكت، هنا هحط اوبجكت وهنا هحط اوبجكت، وهكذا لحد ما اكمل كل النقط اللي خبطوا بعض فيها اللاينز. يبقى انا كده رسمت له الاري 5 باي 2. هنا عايزني ارسم array 4 باي 5. ال4 ده الرو، يبقى هرسم 4 لاين بالعرض 1 2 3 4. وبعد كده عندي 5 لاين بالطول vertically 1 2 3 4 5. خبطوا في بعض كم مرة؟ في كل مرة هحط اوبجكت، هحط سكوير 1 هنا كده، كل ده سكويرز وهبدأ ارسمهم. ممكن حضرتك ترسم اللاينز دي بالرولر، بلاش بايديك، اظن سهلة بالرولر بالشكل كده. طبعا احنا هنرسم اللاينز بالرولر، بس الاوبجكت هنرسمه بايدينا زي ما احنا عايزين. يبقى احنا كده رسمنا الاري بتاعتي 2 باي 6، يعني هرسم 2 لاين بالعرض و6 لاين بالطول 1 2 3 4 5 6. هحط الاوبجكت بتاعي هنا، هحط سيركل المرة دي عند المكان اللي بيخبطوا بعض فيه بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت الاري بتاعتي 2 باي 6. 5 باي 3 يبقى هرسم 5 لاين بالعرض و3 لاين بالطول. هرسم دوت هنا مكان الاوبجكت
بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت array هي عبارة عن 5 رو. لو عديت 1 2 3 4 5 رو و3 كولوم 1 2 3 هم ال3 كولوم اللي طالبهم مني. في نمبر 6 هو عايزني اكاونت الروز واكاونت الكولومز وابدا اكتب له الايكويشن بتاعت الريبيتد اديشن اللي من خلالها بعرف اكاونت الاوبجكت اللي في الاري كلهم. طب هنا النمبر اوف رو هعد 1 2 3 يبقى هكتب 3 رو. كل رو فيه كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 يعني 6 اوبجكت، وهنا 6 اوبجكت، وهنا 6 اوبجكت. يبقى الاري هتكون كلها عبارة عن 6 بلس 6 بلس 6. ال 6 اتكررت 3 تايمز يعني 18. طيب كام كولوم؟ 1 2 3 4 5 6. 6 كولوم، كل كولوم فيه 3 يبقى هنا في 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3. كده ال 3 اتكررت كام مرة؟ اتكررت 6 تايمز. يبقى 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 ايكوال برضو 18. يبقى انا اقدر اعرف اكاونت الاري كلها عن طريق يا اما الروز يا اما الكولومز. لتر اي الاري اللي قدامي دي عايز اعرف فيها كام رو. هعد الروز اللي بالعرض الهوريزونتالي 1 2 3 يبقى هكتب 3 رو. كل رو بقى فيه كام؟ 1 2 3 4 5 يبقى ال5 دي اتكررت كام مرة؟ 3 تايمز يبقى 5 بلس 5 بلس 5 equal 15. طيب ابدا اشوف النمبر اوف روز. النمبر اوف كولوم 1 2 3 4 5. كل كولوم فيه 3 يبقى ال 3 دي اتكررت كام مرة؟ اتكررت 5 تايمز يبقى 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 يعني برضو التوتال نمبر اوف اوبجكت طلع 15. في لتر اف هنشوف النمبر اوف روز. هلاقي 1 2 3 4 5 يبقى 5 روز. كل رو فيه كام؟ كل رو فيه 4 فيش يبقى 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4. الفور دي اتكررت كام مرة؟ 5 تايمز يبقى 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 equal 20. طب لو عديت النمبر اوف كولوم هلاقيهم 4 1 2 3 4. طب كل كولوم فيه كام اوبجكت؟ هلاقي كل كولوم فيه 5 اوبجكت. يعني ال 5 اتكررت 4 تايمز يعني 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 equal برضو 20. لتر جي هعد النمبر اوف روز 1 2 3 والنمبر اوف كولومز 1 2 3 4 يبقى هنا هكتب 3 وهنا هكتب 4. طب الرو الواحد فيه كام مرة كام اوبجكت؟ 1 2 3 4. الفور دي اتكررت كام مرة؟ اتكررت 3 تايمز يبقى 4 بلس 4 بلس 4 equal 12. طيب الكولوم كل كولوم في كام اوبجكت؟ هنا الاقي 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3 يعني 3 اتكررت 4 تايمز يعني 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. هعد الاوبجكت هلاقيهم كلهم برضو 12. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.